بيقول لك أعلى نسب طلاق بتحصل في ال5 سنوات الأولى من الزواج، ودي تعتبر إحصائية عالمية. وتعالوا نشوف الأسباب اللي بسببها بيحصل حاجة زي كده. أول سبب من أسبابها إنه ممكن يحصل صدمة، وبعد حدوث الانبهار الصدمة بعد شهر العسل اللي هو إيه، إن الانبهار بيروح. كل واحد من الطرفين أو كل طرف من الطرفين يعني بيتجرد من كل حاجة قدام الطرف الآخر، نفسيا، اجتماعيا، عقليا، بيبدأ يتجرد من كل شيء. بيبدأ كل طرف يبان فعلا زي ما هو، من غير تجميل ومن غير أي حاجة، بيبان على الحقيقة بالواقع اللي هو عليه. نقطة من النقط التانية وهي سوء التواصل وفقدان الحوار، انه ما بيعرفوش يتواصلوا مع بعض ازاي. بيبقى انعدام تواصل او طريقة للتواصل خاطئة ما بين الاتنين، وما بيبقاش فيه تفاهم، ما بيوصلوش لحاجة طبعا، ولا بيعرفوش يتفاهموا بعض، يعني ما بيعرفوش يتواصلوا، وبالتالي مش هيبقى فيه تفاهم. هنا يا أصدقائي الاختلاف بيتحول إلى خلاف، مع ان المفروض ان الاختلاف لا يفسد للود قضية. يعني مهما كان في اختلاف لازم يكون في طريقة للتواصل علشان خاطر يبقى فيه حلول. نقطة من النقط كمان تدخل الأهل والأقارب والأصدقاء، وطبعا هنا الدايرة بتوسع، وكل واحد له رأي، وكل واحد له طريقة، وكل واحد في بيته له طريقة في المعاملة وشكل في المعاملة، والأشخاص مختلفة، وكمان المعاملات مختلفة. فطبيعي هنا بيحصل مشاكل، لأن طبعا كل بيت مختلف عن التاني، وظروف كل بيت مختلفة عن التانية، حتى الأشخاص مختلفين عن بعض، فما ينفعش يبقى فيه كلام متشابه، والحل اللي ينفع في بيت ما ينفعش في بيت تاني، والكلام والتفاهم اللي في بيت ما ينفعش في بيت اللي أي حد. التوقعات بقى الغير واقعية اللي بيتوقعها كل طرف من الطرف المقابل، يعني ممكن يبقى فيه توقعات غير واقعية في دماغ كل واحد من الطرفين دول، ويتعاملوا بيها ومستنيينها من بعض، فما يلاقوش أغلبها، فيحصل المشاكل. يعني مثلا ايه، بتوقع من اللي قدامي، من زوجي ده، ان هو مثلا شايفني احسن واحدة في الدنيا، مش هيخذلني، مش هيجي عليا، مش هيضايقني، ويحصل العكس. مثلا مش هيكسرني، مش هيبقى مقدر اللي انا بعمله، ويحصل العكس. الضغط المادي بقى عليه عامل كبير جدا جدا جدا، لما يبقوا ماديا مضغوطين في اول زواجهم مع بعض. والإنجاب المبكر عليه عامل كبير جدا جدا جدا، ما بيلحقوش يعرفوا بعض كويس، ما بيلحقوش يتعاملوا مع بعض بطريقة تربطهم ببعض أكتر، ما بيلحقوش يستمتعوا بحياتهم أكتر مع بعض، وبيلاقوا طفل جاي لهم محتاج اهتمام ورعاية وكبيرة جدا.